النهارده هعمل سمك بوري سنجاري. بصوا شكل السمك البوري عامل ازاي عشان بس متخموش فيه. بق السمكة بيبقى مبطط. بدأت كده انضف فيه، شلت الزعانف وبعد كده شلت القشر البتاعة دي في عكس الاتجاه طبعا. وبعد ما خلصت الاربع سمكات غسلتهم كويس كده تحت الحنفية وعدت عليهم بسكينة لا يكون فيه قشرة كده ولا كده. وبعدين من بق السمكة كده دخلت بالمقص وفتحته من الظهر زي ما المطاعم بتعمل. وبعدين شلت الخياشيم وشلت البطن، انا كنت جايباه مبطرخ. شلت البطروخ كده بالراحه من غير ما يتهري مني. وبعدين الغشاء الاسود ده لو حاولت اشيله بايدي مش هيتشال، فالمفروض ان انا بشيله كده بفرشه مخصصه للسمك تحت الحنفيه. السمك بعد ما شلته على جنب كده بعد ما غسلته كويس لقيته عبى ميه كده. جبت منديل مطبخ ومسحته كويس عشان يمسك بس التتبيله فيه. وبعدين جبت بقى التتبيله: معلقه كزبره ناشفه، معلقه كركم، معلقه بابريكا مدخنه، معلقه كمون، معلقه توم بودره، وشويه حبهان مطحونين كده. ما كترتش لان الحبهان لسه طحناه فهيبقى ريحته وطعمه قوي. خدت شويه كده وحطيت عليهم توم. هجنب الباقي هبقى احطه على الخضار اللي انا هقطعه. وبعدين زودت شويه كمون وكزبره وحطيت ليمون وحطيت معلقتين خل. وبعدين الملح بقى ايه حطيته في الاخر لان انا كنت ناسيه اصلا. يعني كويس ان انا ما تبلتش قبل ما افتكره يعني. هقلب التتبيله كويس كده، واول ما يبقى قوامها يعني سايل شويه كده اقدر ان انا اتبل بيه. خلاص هبدأ استخدمها. ولو تقيله يعني هزود بقى سائل، بقى هزود خل، هزود ليمون. وبعدين هبدأ اتبل السمك كده حته حته من البطن ومن الظهر ومن كل حته. وهسيبه بقى ايه ياخد وقته في التتبيل لحد ما ابدأ اجهز في الخضار اللي هحطه فوقيه. نيجي بقى للخضار. معايا كزبرة ناشفة ومعايا شبت ومعايا طماطمايه ومعايا فلفلتين كده رومي. البصل هخرطه على ايدي كده صغير خالص، هديله كده قطعات بالطول وبالعرض على مسافات ضيقة جدا. وبعدين هبدأ اخرطه كده على ايدي. الفلفل برضو قطعته صغير خالص. طماطم نفس الكلام، ووراها الخضرة. وممكن تعملوا الكلام ده كله في الكبة، تقطعوا الكلام ده كله كده في الكبة وتحطوه، بس الخضرة تكون متقطعة الأول كويس يعني صغير قبل ما تحطوها في الكبة. بعدين هاخد الخضار ده واحط عليه باقي التوابل الجافة اللي انا حطيتها على جنب، وباقي التتبيلة اللي هي بتاعت التوم اللي متبلة بيها السمك، وحطيت عليها عصرة ليمون، وظبطت الملح بتاعها وحطيت زيت. هقلب كده كويس. وبعدين نيجي بقى للصينية اللي هنحط فيها السمك. حطيت فيها كده شرايح بطاطس رقيقة. وبعدين حطيت الخضار اللي قطعته على السمك وفرشته كده كويس على البطن وعلى الظهر. ولحد اخر وقت كنت هسيب الراس كده من غير تتبيله ولا حاجه لان كده كده هتترمى. بس حسيت كده ان هي يعني هتطلع لي ريحه زفاره، فحشيتها كده اي كلام. وبعدين اتبقى مني شويه خضار كده فحطه على البطاطس. وبعدين في نفس الطبق اللي كان محطوط فيه الخضار هحط فيه كده شويه ميه وهنزل بيهم على البطاطس بحيث انها متنشفش مني. هرص عليه كده السمك وهدخله الفرن نص ساعة. حطيت البطروخ عليه كده وبعدين اديته وش تحت الشواية. نيجي بقى للبصل. احط زيت وهفضل احمر في البصل لحد ما يبقى بني غامق.
وبلاش تخلوه اسود زي ما باقي الناس بتعمل، لان اصلا الاكل المحروق ده مش صحي وخطر على المخ. انا كان معايا 2.5 كوباية رز، غسلتهم كويس ونقعتهم، وبعدين هحط كده المية 3 كوبايات، وحطيت عليهم مكعب مرقة، الاحسن تكون خضار طبعا. وحطيت الملح والفلفل. والمفروض ان احنا بنحط الرز كده ايه على قطع البصل، بس انا مش حابة ان انا اعملها كده، انا بضربها بالهاند بلندر. وبعدين حطيت الرز وسبته كده مكشوف وعلى نار عالية لحد ما اما غلي واتشرب كده وبدأ الرز يبان. هغطي عليه وهحط تحتيه صاجة، وهوطي عليه خالص وهسيبه بقى ايه يستوي مع نفسه كده تلت ساعة تقريبا. جبت كده بتنجانية رومي وفلفلاية وشويتهم في الفرن. حطيت بقى معلقتين طحينة وعليهم ملح وكمون وكزبرة وخل، فكيتهم كده بشوية مية. وبعدين البتنجان والفلفل حطيتهم في الكبة ينعموا كده كويس. وبعدين حطيت ليمون وحطيت كزبرة، لا بقدونس، حطيت بقدونس وبعد كده توم، وحطيت عليهم البتنجان والفلفل اللي مضروبين في الكبة. اللي حابب السلطة خشنة يهرسها بالشوكة. وبس كده السلطة جاهزة معايا. نيجي بقى للرز، بصوا استوى خلاص، والطبقة الغامقة اللي عليه دي ده التفل بتاع البصل. بصوا شكله عامل ازاي، مستوي طبعا. وبس كده.